هونور ولا سامسونج، ايفون ولا اوبو، هواوي ولا شاومي، اليويو ولا الشخليله. عارف انت اللحظه دي لما بتقف قدام فاترينه الموبايلات ويجي لك البياع بابتسامه عريضه ووشه قد كده ويقول لك يا باشا الموبايل ده كاميرته 200 ميجا بكسل، ده هيصور النمله في بطن امها، وانت طبعا تنبهر وعلامات الواو تظهر على وشك وتدفع دم قلبك وتروح البيت وتبدا تصور، تلاقي الصوره مهببه وما فيهاش تفاصيل والوانها باهته. طب ليه؟ ما هي 200 ميجا بكسل علشان انت يا اخي البني ادم العزيز وقعت في الفخ، وانا جاي اطلعك من الحفره اللي وقعت فيها، جاي اقول لك ازاي تختار موبايل صح الصح، وازاي الشركات بتشتغلك والبياعين بيسلموك تسليم اهالي. ركز معايا، انا هحطك في الصوره. لا مش صوره بص يلا بينا وخلاص. خلينا نتفق على قاعدة ثابتة، الميجا بكسل هو حجم الصورة مش جودة الصورة. يعني ال 200 ميجا بكسل دي المقاس، وعلشان اثبت لك ان الرقم مش كل حاجة خد الكبيرة بقى. اعظم افلام هوليود واللي انت بتشوفها بجودة مبهرة على شاشات السينما العملاقة تفتكر بتتصور بكاميرا كام ميجا بكسل؟ 300 500 700؟ كاميرا أري أليكسا اللي هي معشوقة السينمائيين وأغلى كاميرا في العالم، السنسور بتاعها في الغالب بيكون دقته من 12 ل 14 ميجا بكسل بس. أيوة زي ما سمعت 14، مش 200 ولا 300 ولا 400. وبيكون مقاسه سوبر 35 اللي هو حجم السنسور اللي بيسموه كروب سنسور. عارف كروب سنسور ده حجمه مقارنة بحجم سنسور الموبايل عامل ازاي؟ هقول لك واوضح لك كل حاجه، بس خليك معايا للاخر. السر في جوده الاري اليكسا مش في الميجا بكسل، لكن هنا في حجم البكسل نفسه. البكسل الواحد جوه السنسور وقدرته انه يشفط ضوء قد ايه، مش عدد الميجا بكسل. طب ايه يا عم الحاج اللي بيخلي الصوره حلوه بجد؟ ايه اللي يخلي موبايل بميجا بكسل قليله افضل من واحد بميجات بكسل بالهبل؟ السر في 3 حاجات بيسموهم المثلث المقدس للكاميرا في الموبايل. احفظهم بقى علشان ما تتغفلش تاني. اول حاجة الحساس اللي هو السنسور، ده البابا بتاع المجال، ده بابا الليلة. تخيل الحساس ده هو الجردل اللي بيجمع النور، كل ما الجردل كبر كل ما جمع نور اكتر. شركات الموبايل بتعمل ايه بقى؟ بتجيب لك حساس نونو قد كده وتحشر فيه 200 مليون بكسل، فالبكسل الواحد بيبقى يا عيني مفعوص وطلعان عينه، مخنوق متضايق ومش عارف يجمع نور، والنتيجة صورة نويزي اللي هي مليانة منغبشة وحالتها بالبلا الازرق، واي حاجة فيها ضلمة او فيها لون اسود بص تلاقي فيها نقط كده وارتفيشال وحاجة وحشة قوي. لان اللي بيحصل ان الجهاز بيكهرب البكسل علشان يطلع نور. حرفيا هو بيكهربه بحاجة اسمها الايزو المعالج اللي بيزود الكهرباء على الحساس الصغير، وارجوك ما تفهمنيش غلط، علشان يخليه يشوف نور زيادة. بيرفع الايزو فبتكون النتيجة ان الصورة بتطلع منغمشة علشان البكسل الصغنن شاف غصب عنه اللي مش قادر يشوفه بمزاجه. طب مين اللي كهرب الحساس؟ المعالج. تعال نروح نشوف حكايته. المعالج هو تاني حاجة في المثلث المقدس للتصوير اللي اتكلمنا عنه، وده الساحر. المعالج فيه جزء اسمه الاي اس بي Image Signal Processing، وده الجزء في المعالج اللي بيتعاون مع السوفت وير علشان يعالجوا الصورة ويطلعوا افضل ما فيها من المعلومات اللي شافها حساس الكاميرا. وهنا بيظهر مصطلح مهم قوي اسمه الكمبيوتيشنال فوتوغرافي. الموبايل ما بقاش مجرد كاميرا، ده كمبيوتر بيصور. انت لما بتدوس زرار التصوير الموبايل ما بياخدش صورة واحدة، ده بياخد كذا صورة ورا بعض، سرعة البرق انت مش شايفه، واحيانا من اكتر من حساس في نفس الوقت. اول صورة بياخدها للاضاءة العالية، وواحدة بياخدها للظل، وواحدة للعمق، ويجي المعالج يركبهم فوق بعض ويطلع لك صورة واحدة فيها تفاصيل عميقة مستحيل عدسة واحدة بحجمها الصغير ده تجيبها لوحدها. علشان كده بتلاقي جوجل بيكسل مثلا بسنسور قديم شوية بيطلع صورة عظمة بسبب ان معالجة الصور عبقرية. طيب كده عرفنا، هل في حاجة تانية بتتحكم في جودة الصورة ولا كده خلاص؟ لا، ما هو انا قلت لك 2 من ال3، لسه التالتة ولسه حاجات تانية كتير. يعني الحقيقة لسه في الازاز، خليك معايا هنفهم كل حاجة. تالت حاجة في الثالوث المقدس العدسة نفسها. لو عملنا رسم بياني لعملية التقاط الصور بتمشي ازاي؟ فانت بتصور، بتدوس على الزرار بتاع التصوير، بتفتح فتحة تدخل النور من خلال الزجاج اللي قدامها على السنسور اللي بياخد كل بيانات النور دي ويديها للسوفت وير اللي بيصنفها ويبعتها للمعالج اللي هو الاي اس بي اللي اتكلمنا عنه. فهنا عندنا حاجتين مهمين نتكلم عنهم: فتحة العدسة اللي هي قدام السنسور، والزجاج اللي راكب عليها. بتشوف شعارات زي زايس ولايكا على ظهر الموبايلات، بيعملوا ايه؟ الشركات دي
مش بتعمل السنسور، دي بتعمل النضارة اللي بيلبسها السنسور. لو الإزاز ده رديء ومش نقي هيحجب الضوء وهيضيع التفاصيل قبل ما توصل للحساس أصلا. تخيل إنك تبقى بتبص بعينك من نضارة عليها ضباب ومخربشة أو نوعها تعبان، مهما كان نظرك قوي هتشوف الصورة وحشة. أهو السنسور عينيك والنضارة هي العدسة. شركات زي زايس بتعمل زجاج نقي جدا بيمنع تشتت الضوء الفليرز وبيحافظ على الداتا اللي رايحة للسنسور. رؤية عينيك هي عبارة عن انعكاس الضوء على الشيء فتشوفه، وهو ده نفس عمل الكاميرات. نوع الزجاج بيفرق كتير جدا في جودة الصورة النهائية، لأن السنسور بيشوف اللي داخله من ضوء. لو في ضوء اتكسر هيأثر على جودة البيانات اللي هيشوفها الحساس، فهتتبعت بيانات مضروبة للمعالج فهيطلع لك صورة منغبشة أو ضبابية أو مليانة انعكاسات. وهنا أنا مش ناسيك، يعني إيه بقى كروب سنسور اللي قلت عليها في كاميرا أليكسا دي أو اللي بيسموه سوبر 35؟ بص يا أخي البني آدم العزيز، الكاميرا الاحترافية مقاس الحساس 4 أحجام: ميديم فورمات وده كبيرهم اللي علمهم السحر، أكبر حجم حساس، يليه الفول فريم زي اللي بنصور بيه دلوقتي، والحجم اللي بيسموه سويت سبوت اللي هو الحاجة اللي في النص الجميلة كده اللطيفة اللي بترضي جميع الأذواق اللي هو الكروب سنسور. وأصغر حجم في الرباعي هو مايكرو فور ثيرد، وكل واحد له مميزاته وعيوبه. طبعا مش حكايتنا دلوقتي، بس لو عاوز نبقى نعمل حلقة عن أحجام سنسورات الكاميرات الاحترافية والفرق بينهم وعيوب ومميزات كل واحد فيهم، قول لي في الكومنتات نشرح الحدوتة من طقطق لسلام عليكم. بس دلوقتي خلينا في الموبايل. ده الميديوم فورمات مش منتشر قوي، ده الفول فريم زي الكاميرا اللي احنا بنصور بيها دلوقتي، وده الكروب سنسور او الاي بي اس سي اللي هو بيقولوا عليه برضه سوبر 35، وده المايكرو فور ثيرد اللي بيبقى موجود في كاميرات زي لوميكس من باناسونيك. اما ده بقى فهو سنسور ال1 انش اللي موجود في موبايلات مش كتير لكنه موجود. ده بقى حضرتك اللي احنا مش شايفينه الصغنن ده هو سنسور كاميرا الايفون العدسة الاساسية اللي بيحطوا فيها ال200 ميجا بكسل وال48 ميجا بكسل وال50 ميجا بكسل حسب نوع الموبايل. هو ده حجم السنسور الاشهر اللي موجود في السوق حاليا. متخيل ان حجم الضوء اللي هتستقبله الحساسات دي هيكون قريب من بعضه؟ مثلا لو كلهم 12 ميجا بكسل، حجم السنسور هيخلي حجم البكسل الواحد في كل منهم مختلف، وبالتالي البكسل القزم مش هيكون زي البكسل العملاق مع انهم كلهم 12 ميجا بكسل، لكن هيتوزعوا على المساحة الإجمالية. فتخيل انت بقى فرق الضوء اللي هيقدر يستقبله كل واحد فيهم. الخلاصه اخي البني ادم العزيز، وانت بتشتري الموبايل الجاي ما تبقاش زبون سهل. لما البياع يقول لك 200 ميجا بكسل قول له السنسور حجمه كام، فتحه العدسه كام، نوع المعالج ايه، الزجاج اللي عليه نوعه ايه، ومصنوع فين يا برنس. لو لقيت موبايل 50 ميجا بكسل بس بسنسور عملاق 1 انش، وده عملاق في موبايل طبعا، ومعالج محترم وفتحه عدسه واسعه وسوفت وير مش موثوق، فكبر دماغك منه. ولو لقيت موبايل 108 ميجا بكسل ولا 200 ميجا بكسل بسنسور مجهول وصغير، اجري يا مجدي. الموضوع دايما مين جودته احسن، والجوده حاجات فوق بعضها مش بالميجا بكسل. اتمنى تكون الصوره وضحت، محدش يضحك عليك تاني. ولو عجبتك الحلقه تنساش اللايك والشير واشترك في القناه علشان لسه في هبد تقني كتير هنصلحه سوا وهنكشف اسراره مع بعض على قد ما نقدر. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.